واحدة من أكتر المواقف اللي ما لقيتش ليها أي تفسير في حياتي. كنا في رحلة في مزرعة وهي عبارة عن شاليه في منطقة جبلية، وكنت مع عيلتي وقتها وأنا عمري 16 سنة. كنت بعد الساعة الثالثة بالليل بلف في المكان لأنه ما كانش في حاجة أعملها، وفي نفس الوقت مش قادرة أنام. وفي الليلة التانية من الرحلة قررت أنط من على السور وأتمشى بين الشجر بس أكون قريبة من المزرعة. كان القمر وقتها بدر ومكتمل، وأنا راجعة لمحت قط أسود قاعد قريب من السور اللي نطيت منه. عينيه كانت صفرا قوي وبشكل غريب، وكان مركز عليا ومن غير ما يتحرك. زعقت فيه عشان أخوفه بس ما انهزش خالص. حاولت أخوفه بالعصاية اللي كانت معايا ورميتها جنبه، بس ما اتحركش ولا خاف مني، كأن مفيش حاجة تهمه. في اللحظة دي فهمت إن ده مش قط عادي خالص. شعر جسمي كله واقف في مكانه، وبدأت أرتعش بشكل شديد، والخوف تملك مني أول ما القط ده بدأ يمشي باتجاهي. ساعتها بدأت أقرأ شوية آيات من القرآن، وفجأة ظهر قط أبيض بيجري بسرعة رهيبة ناحية القط الأسود، وبدأ الاتنين معركة القطط المعتادة. وفجأة القط الأسود بدأ يهرب والقط الأبيض بيجري وراه، بس الاتنين بقوا يتحركوا بطريقة غريبة جدا، كأنهم طايرين في الهواء ورجليهم مش لامسة الأرض أصلاً. وفي لحظة أنا رمشت فيها، الاتنين اختفوا من المكان. بس سمعت بعدها صوت صريخ مرعب، كأنه صوت كائن متعصب جدا وصوته كان مخيف. الليلة دي أنا عشت لحظات من الرعب الحقيقي، وما قدرتش أحكي اللي شفته لأي حد من عيلتي، لأني متأكدة إن مفيش حد كان هيصدقني.